مشاهدينا، كما شاهدنا وإياكم انهيار مبنى بالكامل في مدينة أورفا التركية، ونعود لهذه المشاهد المباشرة إلى المناطق المتضررة في شمال سوريا، وعلى ما يبدو أن السيد أحمد ما يزال معنا. طيب سيد أحمد، كون ذكرت حضرتك أنه لا مساعدات وصلت من دمشق إلى المناطق المتضررة في إدلب، حماة، اللاذقية، الإمكانات المتاحة هناك كيف تصفها لمساعدة هذا الكم الهائل من المتضررين؟ لا شك أن الإمكانيات غاية في الشح، ونعرف جميعا أنها حتى المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الدولية وبعض الدول مؤخرا قد تراجعت كثيرا بالنسبة للمناطق الشمال بعد الفيتو الروسي ثم قبول الروس، وقد دخلت مساعدات قليلة جدا. فما بالك اليوم في حالة مأساة وانهيارات أبنية وموت وكل أنواع الصحة غير متوفرة وغير أنواع الإسعاف. هناك الخوذ البيضاء التي هي الدفاع المدني في الشمال متواضع إمكانياتها، لا توجد لديها إمكانيات كبيرة جدا، تحتاج إلى دعم حقيقي خارجي. طبعا الدولة التركية تساعد قليلا، لكن حقيقة أنا أقول على الدول الأوروبية، الدول العالمية وأيضا الدول العربية أن تقف إلى جانب أهلنا في الشمال الذين يعانون والذين يزدادوا يوميا عدد المشاكل التي فيها. ما بالك في الموضوع التي نشهده اليوم، موضوع الزلزال والموت الذي يحدث من خلال الانهيارات البنيانية. ونعرف نحن أن البنيان أصلا هو بنيان متهالك، ومن يسكن في خيمة يمكن قد يكون هو أكثر أمانا له من بناء صغير متهالك. فبالتالي الزلزال أدى إلى انهيارات كبيرة في الأبنية القديمة وفي الأبنية البسيطة، ولكن هناك حقيقة عوز حقيقي، وليس هناك اليوم مساعدات جدية من قبل الدول سواء الأوروبية أو غيرها بالنسبة للشمال السوري. وأعتقد أنه يجب ناقوس الخطر من أجل الوقوف إلى جانب هؤلاء الناس الذين يلقون الموتى من كل أنواع، سواء كان عبر النظام بالقتل أو عبر الزلازل أو عبر البرد أو عبر الجوع. ونعرف أن القضية بالنسبة للشعب السوري أصبحت 90% هو تحت خط الفقر كما نعلم. لا إمكانيات ولا يوجد أي شيء قادرين يفعلوه. حتى هناك أيضا يعني شح في الإمكانيات لدى حكومة سوريا المؤقتة، لا إمكانيات لديها ولا دعم خارجي حقيقي وجدي لديها. نعم، إذا نحن بانتظار أخبار تأكيد وصول مساعدات دولية للمناطق المنكوبة والمتضررة، كون أن ما قدمته تركيا هو قليل بحسب ما وصفت حضرتك، كونها هي أصلا من أعلنت أنها بحاجة إلى مساعدات بسبب أيضا أضرار الزلزال الذي ضربها. على العموم شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل هذه المعلومات من غازي عنتاب. الصحفي أحمد مظهر سعدو. ما شفت حدا. هن بخير، انت بس ناديني لبابا، كان هون مدوق. بعتوا للعالم مشان تجي تساعد. ما شفت حدا. هن بخير، انت بس ناديني لبابا، كان هون مدوق. بعتوا للعالم مشان تجي تساعد. ما شفت حدا. هن بخير، انت بس ناديني لبابا، كان هون مدوق. بعتوا للعالم مشان تجي تساعد. ما شفت حدا. هن بخير، انت بس ناديني لبابا. عمار على اليسار تمام. هلا جلس يلا لفوا انتوا يلا علموا من عندكم بس كلنا يوم علي ابو هيثم هدي يا شباب قربوا لعندهم.